ابو احمد الله يخليك، اليوم ما اقدر اسوي عشاء. شو يصير لو تطلب لنا دليفري مره واحده بحياتك؟ ام احمد الف مره قايل لك ما احب اطلب دليفري، واني على شنو اطلب دليفري؟ انت مو موجوده، انت سوي لنا عشاء. مو جاي اقول لك ما اقدر اسوي عشاء، اني تعبان اليوم، حس بي شويه واطلب لنا دليفري. ما اطلب لك دليفري، خلي بنتك تقوم تسوي لنا عشاء. انا طالبة سادس، المفروض ما حد يقول لي قوم يسوي عشاء. انا عندي امتحانات ودور ثاني وواقعة بمادتين، وفوقها تقولوا لي قوم يسوي عشاء. يلا على اساس راح تنجحين، صارلك 3 سنين بهالصف ما جاي تقدرين تطلعين منه. شوفي بنت خالتك اللي من اول دور طلعت معدل 101. ابو احمد عوف هاي بنتك، اطلب لنا دليفري، ترى راح نموت من الجوع. ما يخالف راح اطلب لكم دليفري، بس على فكره انا ما اعرف اطلب دليفري. هاك ام احمد تعرفين تطلبين دليفري طلبي. لا ابو احمد انا هم ما اعرف اطلب دليفري. شوفي بنتك بلكي تعرف تطلب دليفري، انت اللي صار لك 3 سنين بنفس الصف تعرفين تطلبين دليفري؟ لا يمه ما اعرف اطلب دليفري. شوفي بنت خالي اللي مطلعه معدل 101 تعرف تطلب دليفري؟ وليش ما اشوفه؟ هسه اشوفه، اكيد بنت خالتك تعرف تطلب دليفري. الو، ها حبيبتي شلونك؟ شلونك يلي نفتخر بيك، يلي مطلعه معدل 101، يلي احسن بنتي، يلي بنتي تروح لك فدوه. تعرفين تطلبين دليفري خاله؟ لا والله خاله، اصلا ما اعرف اطلب دليفري. اصلا شنو دليفري؟ ما عندنا نت، اصلا ما اعرف استخدم الانترنت. اي خاله ما اعرف كل شيء، اصلا بس هيك استخدم الموبايل. ماشي حبيبتي، تروحين فدوة لبنتي لين ما تستخدمين النت ولين مطلعه معدل 101. ماشي حبيبتي مع السلامة. هسه شلون نبقى بدون اكل؟ يعني ما حد يعرف بينا يطلب دليفري؟ اوف تذكرت ابني احمد. شلون ما تذكرت احمد؟ شلون نسيت احمد؟ ولك احمد. هاي يمه قولي. الله يخليك ابني، راح نموت من الجوع. تعرف تطلب دليفري؟ اكيد يمه اعرف اطلب لكم دليفري. قولوا شنو تحبون اطلب لكم اكل؟ انا اريد بيتزا دائريه فوقها خضروات، باذنجان على طماطه على فلفل، واريد فوقها جبن عرب. وانا اريد بيتزا مربعه وفوقها قص لحم وفوقها جبن عرب مثل ابو احمد. تمام هسه راح اطلب لكم، بس قبل لا اطلب يابا ايش قد عندك فلوس؟ ما عندي غير هاي $100. هاك ابني. أنا أول ما شفت $100 فكرت وقلت ليش أطلب دليفري وأطلب بيتزا من المطعم؟ ليش ما أنا أسوي البيتزا بيدي وهاي $100 تبقى إلي؟ وقلت لهم ماشي يابا هسه راح أطلب لكم. وفعلا بديت أسوي بيتزا وخليت طحين وخليت مي وبديت أعجن، بس بعدها شفت نفسي ما جاي أعرف أسوي عجينة مال بيتزا وما جاي أعرف أسوي بيتزا أصلا. فرحت وجبت قرصة مال خبز وخليتها فوق الطاوة وخليتها تحترق، وبعدها خليت فوقها طماطة وخليت فوقها زيتون. هاي البيتزا وصلت، وهاي البيتزا عائلية وبيها كل اللي طلبتوه. متحمسين اشوف لكم اياها؟ اي ولك اكيد متحمسين لان راح نموت من الجوع. يلا بسرعة نريد نشوف البيتزا. باعوا جمال البيتزا اللي طلبتها من المطعم. هاي البيتزا بالقوة حصلتها $100 من عندهم. ولك هاي قرصة خبز محترقة وفوقها طماطة وزيتون. ابو احمد شو تقول؟ تاكل من هاي البيتزا؟ لا ام احمد اكيد ما اكلها. ليش هي هاي بيتزا حتى تنأكل؟ تريدون اوصلكم بيتزا ثانية غير هاي البيتزا؟ يابا عندك $100 ثانية حتى اوصلكم غير هاي البيتزا؟ مجبور اطلب مرة ثانية. هاك هاي $100 ثانية، بس هالمرة اطلب لنا بيتزا زينة مو مثل هاي البيتزا. هاك. ماشي يابا هسه اطلب لكم بيتزا ثانية. هالمرة رحت وجبت قرصة مال خبز بسرعة بدون ما اسوي عجينة مال بيتزا وبدون ما اخلي هاي الخبزة على الطاوة حتى ما تحترق، وخليت فوقها طماطة وهم خليت فوقها زيتون ووديتها لهم. هاي البيتزا وصلت من المطعم، شوفوها ايش قد حلوة وما محترقة مثل ذيك البيتزا. ولك هاي نفسها هم خبزة بس مو محترقة وفوقها طماطة وزيتون. ابو احمد شو تقول؟ تاكل من هاي البيتزا؟ لا اكيد ما راح اكلها، وهسه انا راح اطلب بعد ما اخلي ابنك يطلب. السلام عليكم.
عيني رايد 5 بيتزا. اي والله مشكور، بعد نص ساعة توصل. يلا احمد بسرعة اجي ابو الدليفري، هاكاي 100 دولار انطيها لابو الدليفري. واول ما وصلت البيتزا من المطعم اني بدلت البيتزا مال المطعم بالبيتزا مالتي حتى ياكلون من البيتزا مالتي وما يشكون هاي البيتزا اني سويتها وهي نفسها هاي البيتزا مال المطعم. هاي البيتزا وصلت من المطعم. شو هاي نفس البيتزا مالتك، هم محترقة هم فوقها طماطة وزيتون. اي يما هسه هيك البيتزا كلها تجي محترقة. ماشي ابني راح ناكل هاي البيتزا لين راح نموت من الجوع. اول واحد خلي يجرب البيتزا ابويا. هاك يابا جربها راح تعجبك. والله يا ابني لو مو جوعان فلا اكلها، بس جوعان شو اسوي راح اموت من الجوع. ليش هي هاي بيتزا تناكل؟ ابني احمد شو ابوك اول ما اكل البيتزا انغمى عليه ليش؟ يما شقد ما طيبه البيتزا انغمى عليه. يلا يما جربيها ترى حيل طيبه. ماشي ابني راح اجرب هاي البيتزا. على قولة ابو احمد الله يرحمه يقول لي هاي بيتزا تناكل بس شو نسوي؟ اقول لك يا احمد شو امي مثل ابويا اول ما اكلت البيتزا انغمى عليها ليش؟ اي مش قد ما طيبه البيتزا انغمى على امي. انت هم جربيها اختي جربيها ترى حيل طيبه وراح تعجبك. خل اجربها اني هم خلي ينغمى علي واخلص من الامتحانات. شو كلهم انغمى عليهم، معقوله البيتزا مالتي هيش طيبه؟ شو خل اجربها اني هم. خل اتصل على خالتي لان صار عندي انترنت بالموبايل وصرت اعرف اطلب دليفري. خل اخابرها خطيه واطلب لهم اكل. شو هاي خالتي ما تجاوب علي، بس لا صاير عليها شي لان اول ما دق عليها هي ترد علي. خل اخابر على بنتها بلكي تجاوب علي. شو هاي بنتي هم ما ترد علي بس لا صاير عليهم شي. خل اخابر على ابنها احمد اكيد راح يجاوب علي. شو هذا هم ما يجاوب. خل اخابر على ابو احمد افتهم شنو صاير. شو ما حد يرد علي بس لا صاير عليهم شي. ابو احمد هم ما يرد علي. اني لازم اروح اشوفهم اخاف صاير بيهم شي. هاي شنو صاير بيهم؟ ابو احمد مغمى عليه، ام احمد مغمى عليها، احمد مغمى عليه، بنتها مغمى عليها. هاي صاير بيهم يا ربي. خل اكل من هاي البيتزا المحترقه لان حيل جوعانه وبعدين اخابر الاسعاف حتى يجي يشيل ام احمد وابو احمد واحمد وبنتها. ولكم طلعت معدل 101 ما اريد اموت.